تخيل معايا كده واحدة ما كانتش لاقية حق الإيجار بتاع السكن اللي هي ساكنة فيه، بقى دخلها في الشهر يعدي مئات الآلاف. تخيلوا إن حياة إنسان ممكن تتقلب في وقت قصير جدا من الفقر الشديد لأن هي بقت أغنى واحدة في منطقتها. النهاردة معانا قصة حقيقية بكل تفاصيلها، قصة بنت كانت عايشة في ضيق شديد، ولا معاها فلوس ولا شغل ثابت ولا حتى في أمل واضح إن بكرة يبقى أحلى. لكن في رمضان من 3 سنين فاتوا قررت تتمسك بالاستغفار وتدعي ربنا من كل قلبها، واللي حصل بعد كده كان فوق أي توقع، وتحولت حياتها من الفقر للغنى ومن الضيق لرزق كبير جدا، لدرجة إنها بقت تمتلك بيت وعربية ودخل شهري عمرها ما كانت تحلم بيه. اسمعوا القصة للآخر، يمكن تكون رسالة ربنا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحبة القصة بتحكي وبتقول: اسمي مريم، عمري 29 سنة، كنت بشتغل خياطة في البيت، باخد شغل بسيط كده من الجيران ومن صحابي وزمايلي، ممكن أشتغل أسبوع كامل علشان أطلع في الآخر ب 200 أو 300 جنيه. مرات كتير كنت بقعد أحسب المصاريف ولاقي إن المرتب أو اللي بيدخل لي من الخياطة مش مكفي نص الشهر حتى. كنت عايشة مع أمي في شقة إيجار قديم، الحيطان كلها كان فيها شروخ، والسقف في الشتاء كان بينقط علينا مية وإحنا تحته. وفي كل أول شهر صاحب البيت يفضل يخبط على الباب ويقول: عايز الإيجار، أنا مش هقدر أستنى أكتر من كده. كنت بحس إن عايشة في ضغط مستمر، لا جواز ولا فلوس ولا فيه أي راحة. اتخطبت قبل كده مرتين، وكل مرة الموضوع يفشل بسبب حالتنا المادية. آخر مرة أم العريس قالت لأمي: ابننا يستاهل واحدة من مستوى أعلى شوية. قد إيه الكلمة دي كسرتني من جوايا، وفضلت شهور مش قادرة أتخطى حتى الكلمة أو أطلع من الإحباط اللي كنت فيه، لحد ما جه رمضان، رمضان اللي غير حياتي كلها. في أول أسبوع كنت بصلي التراويح في المسجد، والإمام اتكلم عن الاستغفار وإنه سبب في تفريج الكرب وزيادة الرزق. رجعت البيت وقعدت على السجادة وقلت: يا رب أنا هتمسك بالاستغفار طول الشهر ده، ومش عايزة غير عوضك ليا. بدأت أستغفر 10,000 مرة يوميا، وأنا بخيط كنت بستغفر، وأنا بطبخ وقبل ما أنام وأنا بنظف البيت، كان كل حياتي استغفار. وكان عندي دعاء ثابت بعد كل صلاة كنت لازم أقوله، كنت بقول: اللهم اجبر بخاطري جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض، وارزقني رزقا واسعا من حيث لا أحتسب، وارزقني زوجا صالحا يكون عوضا لي. أول 10 أيام مفيش حاجة اتغيرت نهائي، أول 10 أيام مفيش أي حاجة اتغيرت، لكن اللي لاحظته إن أنا بقيت مطمنة كده ونفسيتي اتحسنت جدا، وبقيت حاسة براحة غريبة. في نص رمضان واحدة جارتي طلبت مني إن أفصل فستان لفرح أختها، اشتغلت عليه بإتقان شديد وحطيت فيه كل طاقتي. لما خلصت الفستان فعلا طلع تحفة. الست اتبسطت بيه جدا، ولاجل حظي انها عندها صفحة بتبيع عليها منتجات ميك اب ومستحضرات تجميل وحاجات كده للبشرة، والحمد لله صفحتها كان عندها اكتر من نص مليون متابع. وعشان الفستان عجبها قالت لي ان هي هتعمل لي اعلان على الفيسبوك، وفعلا صورت الفستان ونزلته على صفحتها وكتبت اسمي ورقمي تحت الفستان. في خلال اسبوع واحد بس الموبايل ما فصلش رن، ما بقاش بيسكت حرفيا، طلبات تفصيل من كل مكان. سبحان الله، كنت داخله رمضان وكان معايا 1500 جنيه في الشهر، خرجت من رمضان وانا معايا اكتر من 20,000 جنيه ارباح. بعد العيد قررت خاطر واجرت محل صغير واشتريت مكانتين خياطه مستعملين. الشغل بدأ يكبر وبقيت اشغل معايا بنتين، وفي نفس الوقت انا مستمره على الاستغفار، وبدات ازود في الورد اللي انا محدداه لنفسي، والدعاء برضو ما بقتش اسيبه وكنت بكرره على طول. بعد 6 شهور الدخل الشهري بقى يعدي 50,000 جنيه، وبعد سنة واحدة بس بقى عندي اتيليه كبير في شارع رئيسي و5 بنات بيشتغلوا معايا. وفي نفس الفترة دي واحدة من زبايني عرضت عليا تعرفني على ابنها، كان مهندس ومحترم جدا وشاف كفاحي وتعبي، عارف الظروف اللي انا طالعه منها. قعدت معاه وسبحان الله لاول مره احس ان كل الامور متيسره واني مرتاحه من اول قعده. حسيت ان في تفاهم وتوافق كده في الافكار، وكان بيقول لي انه عايز يبدا حياه مع واحده مجتهده زيي. الحمد لله الجوازه تمت بعد شهور قليله، شقتي وفرشي وكل حاجه كانت اكتر من احلامي. حتى كانت هديه جوازنا ليا كانت عباره عن عربيه وكتبها باسمي. لكن المفاجاه الاكبر بقى كانت في شغلي. بعد الجواز جوزي ساعدني ان افتح ورشه كبيره بدل الاتيليه، وبقينا نورد لمحلات كبيره واتيليهات تانية كتير. خلال سنتين بس الدخل الشهري بقى يعدي اكتر من 300,000 جنيه. بقيت بعد ما كنت بحاسب على الجنيه بقبض مبالغ عمري ما كنت اتخيلها، واشتريت شقه تانية لامي وعربيه ليها كمان، وخليتها تعيش في راحه بعد سنين التعب دي كلها. سبحان الله، ربنا عوضني عوض انا لو كنت بحلم كده وبخطط عشان احلامي كلها دي تتحقق ما كنتش اتخيلها. عوضني بزوج صالح بيتقي ربنا فيا، وكمان ربنا موسع رزقه ويعني مش بيستخسر فيا اي حاجه، من شقه لعربيه، ان هو كمان ساعدني في مشروعي اللي كبر وبقى يدخل لي الافات يعني الفلوس في الشهر. سبحان الله، عوض ربنا كبير، وعمري ما نسيت الاستغفار ولو لحظه على لساني.
كنت دايما افتكر بقى اوضه الايجار اللي احنا كنا قاعدين فيها، والسقف اللي كان بينقط عليا، وكلمه مستوى اعلى اللي مامه العريس كانت بتقولها لامي، وقلت في نفسي سبحانك يا رب، من ضيق شديد لغنى كبير في كام سنه بس. انا بقيت غنيه فعلا، لكن اعظم غنى حسيته هو راحه القلب بعد ما وثقت في ربنا. والسر كله بدأ في رمضان واحد، واستغفار صادق ودعاء ما كنتش بسيبه بعد اي صلاه. وجيت احكي قصتي لعل وعسى حد فيكم يستفيد منها ويبدأ استغفار مع دخول شهر رمضان. وهنا تكون خلصت صاحبة القصة كلامها، لكن كلامنا عن الاستغفار ما بيخلص. الاستغفار مش بس عبادة، ده طوق نجاة، ورمضان هو أحسن وقت تتمسك بيه بالطوق ده. يمكن رمضان ده يبقى البداية الحقيقية لتغيير حياتك كلها. يمكن يكون الشهر اللي تخرج منه وانت شخص تاني خالص، مش بس إيمانك أقوى، لكن كمان همومك أخف ورزقك أوسع وقلبك أهدى. جرب بس تلتزم بالاستغفار طول شهر رمضان، وخلي بينك وبين ربنا سر في وقت السحر. وقتها ممكن بعد شهور أو سنين تبص وراك وتقول كل الخير اللي أنا فيه ده بدأ من رمضان لما اتمسكت بالاستغفار. وده مش كلامي، ده وعد ربنا للمستغفرين، كلامه كله حق. يعني الرزق والخير والبركة، ويعني تيسير أمورك كلها، ومفاتيح الأبواب المغلقة قدامك كلها ممكن تنحل بالاستغفار. وده كلام ربنا، مع لزوم الاستغفار ربنا بيحل لنا كل مشاكلنا واحدة ورا التانية. ومفيش مشاكل كبيرة أبدا عند ربنا، بس في حاجات انت لازم تاخد بالأسباب وتلجأ لربنا، ويكون عندك يقين ان ربنا قادر على كل شيء، قادر ان هو يغير حياتك في لحظة واحدة. بس انت خد بالأسباب، وخد برسائل ربنا ليك، واعرف ان الطريق لربنا سهل، بس اهم حاجة تبدأ البداية الصح، وهو الطريق الوحيد الآمن، واللي دايما اللي بيمشي فيه على طول كسبان. واخر كلامي ليكم، استغفروا لعل لأمنياتكم ولا أحلامكم أن تتحقق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.